مساء الفل. كلمتين كده الكابتن شوبير المحايد اللي عامل نفسه محايد يعني على قناه محايده، والاستاذ خالد طلعت ملك الاحصائيات اللي بيلفها بيلمها كده من ترانسفير ماركت وكم موقع ويحط عليها اسمه ويرزعها على النت يعني. ناخد اول كابتن شوبير. الواحد اصلا ما بيحبش يسمعه يعني، بس قلت اسمعه اشوف هيقول ايه على البيلم بتاع امبارح بتاع ماتش المقاولين يعني. لقيته والله العظيم بالظبط كده، بالظبط بيتكلم بيقول ايه: ولنفترض ان الزمالك ليه حق. ده ما يغفلش ان اسوريو عامل مش عارف ايه ولازم الزمالك يبص لاسوريو ويحسن من مش عارف ايه يا اسطى في بيلين. يا اسطى في بيلين، يعني انت لو البيلين ده للاهلي كان زمانك قاعد بتندب حظك وبتشتم، او مش بتشتم، بتنتقد لجنه الحكام والفلوس اللي بتتصرف على الحكام وتطوير الحكام ورئيس التحكيم الاجنبي، وكملت بالليل على القناه بتاعت اون، وكملت برضو وعملت حلقات وجبت خبراء من الاتحاد النرويجي والموزمبيقي لكره القدم الحكام عشان تعرف تنتقد الناس وتطلع ليك بلن. ادي حق الناس، ما دام انت طلعت على قناه محايده لازم تبقى محايد غصب عنك مش بمزاجك. غصب عنك ما دام طلعت في قناه محايده تبقى محايد، لكن ما تبقاش طالع على قناه محايده وعامل نفسك محايد وانت لا مؤاخذه. خلاص ده ايه؟ اول واحد يعني. ملك الاحصائيات بقى اللي بياخدها من ترانسفير ماركت وكم موقع كده وبيرزعهم وبيحط عليهم اسمه، طالع بقى بيقول لك ايه؟ كاتب كده بوست من شويه يقول لك برضو نفس الهري اللي هري دوت مجود معلي بقى. يقول ايه بقى؟ ان البيلنج جه والنتيجه 0-0، ولو كان البيلنج جه والزمالك جاب الجون بقت 1-0، والمقاولين ضغط طول الشوط الثاني وجاب الجون في الاخر، هتبقى 1-1. هي النتيجه. يا مش عايز اغلط، هل هو ده معيار الحق عندك؟ هل ده معيار الحق عندك؟ يعني لو خسران او فرقه خسرانه 8-0 مثلا وجاله بيلين، هي الحكم يقول له لا والله ده مش هتاثر في نتيجه المباراه مش هحسبه؟ انا مش عارف شافوا ليه. شافوا ليه يعني؟ انت مثلا مش عارف والله العظيم. لا يعني الحكم كده ياخدها بقى ايه بمعيار اللي هو مش هيأثر على نتيجه المباراه. يعني انت فرقه مثلا خسرانه 6-7 وليه كورنر، يا باشا كورنر يعمل ايه؟ كورنر نلم بقى، شطب وقفل يلا يا اسطى، جبت 3 4 مش عارف تجيبوا 3 4 خلاص فاضل 5 دقايق مش عارف تجيبوا 3 4 تجوان، لم وقفل بقى اللعيبه دي وشحنهم على الميكروباص وروحوا. انتوا بتتكلموا يا جدعان، بتتكلموا ناس مغيبه ولا انتوا بتجيبوا ايه مش عارف اقول ايه والله العظيم. انا مش عارف يعني. دي شخصيات او نموذجين متصدرين للناس، المفروض يتكلموا بحياديه او عاملين نفسهم محايدين فبيتكلموا بكلام هذيان وكلام هجايس. شكرا يا هجايس.